لما تيجي نشرب عصير اتفينا. لا ده المفروض من هنا سهله بقى. شويه مشاريب بقى ترطب وتنعش كده. المره دي جايب لكم شويه حاجات مصري. معايا شويه مشروبات لسه جديده في السوق، ومعايا شويه مشروبات منذ بدء الخليقه عملت ريمونتادا وبقت موجوده في السوق المصري تاني. لايك شير بقى عشان الفيديو يطلع فوق. تقدر تتابعني على فيسبوك في شويه فيديوهات هناك اكسكلوسيف. وبما ان ده موسم الرمان فتعال نبدا بمقارنه كده لذيذه تروق عليك. بتحب الرمان؟ هو يتحب الصراحه. عامل لك مقارنه ما بين مشروبين من الرمان. مشروب اسمه في 7، شكل العلبه بتاعته شياكه قوي. شفته كذا مره في السوبر ماركت وافتكرته مستورد لحد ما قربت منه كده وبصيت عليه لقيته مصري عادي خالص، او مكتوب ان هو بيتعبى في مصر. واللي خوفني اكتر من شكله ان انا مره جربت مشروب اسمه في 8، لو فاكرين الحلقه اللي هي بتاعت عصير الطماطم السبايسي. عامل مقارنه مع مريندا بلس، ودي شويه مشروبات مريندا لسه منزلاها قريب، وقال لك صودا بلسعه عصير. يلا نبدا بقى. خلينا نبدا بالفي 7. مكتوب عليه شويه معلومات مهمه من بره. قال لك ان هو مضاد للتعب ومعزز للمناعه، 100% طبيعي. قال لك فيه كميه كبيره من فيتامين بي 6 وبي 12. دي كده المعلومات اهي. الكنه دي 300 مللي وسعرها 11 جنيه. غطينه بغطا بلاستيك من فوق كده. تعال نفتح ونشوف. شكل الصودا بتاعته مكتومه. مريندا بلس 240 مللي وسعرها 5 جنيه. افتح كده. كوبايتين مريندا في 7. هو في اختلاف في اللون. مريندا تحسها لون الرمان الحقيقي، لكن ده كده مدي على احمر بزياده. هنبدا كده بمريندا بسم الله. تحس انك انت بتشرب عصير رمان بس عليه سنه صودا كده. واو. هو طعم الرمان هنا حقيقي اكتر، لكن في الفي 7 الطعم احلى. عاملين ميكس كده لطيف. انا عاجبني طعم في 7 اكتر، واغلب شويه حلوين الصراحه، تقريبا ضعف الثمن، بس في المقابل في هنا شويه فيتامينات لذيذه، طعم احلى. لو انت من محب الرمان الاثنين هيعجبوك، بس ده رايق اكتر. تعالوا نروح بقى لاكتر مقارنه اتطلبت مني في الفتره اللي فاتت، مشروبات الشعير بالقهوه. كنا جربنا فيروز قبل كده وما عجبتنيش قوي. في ناس كتير بقى قالت لي جرب مشروب اسمه دبل دير وهاته بالقهوه وقارنه بفيروز. انا طبعا ما اقدرش ارفض طلب للمتابعين بتوعي، بس قلت لازم اجود واجيب حاجه معاهم تاني. جبت مشروب اسمه دبل اكس. دبل اكس ده موجود منه اطعمه كتير، بس انا جبت اللي بالقهوه عشان ادخله في مقارنه مع الاثنين التانيين. 3 بالقهوه بس. فيروز ودبل اكس دول مشروبات شعير بالقهوه، لكن دبل دير عباره عن مشروب غازي بالقهوه والشوكولاته. فيروز 250 مللي ب 10 جنيه، دبل دير 275 مللي ب 9 جنيه، دبل اكس 330 مللي وب 7 جنيه، يعني اكبر في الكميه واقل في السعر. وكاتب لك من هنا 100% جوي، في متعه في الموضوع. 3 مصريين بس. دبل اكس ده قال لك ان هو متطور في المانيا، متعلم بره يعني. ندوق بقى كوبايه 2 3. يلا يا باشا. ريحه القهوه عاليه قوي في الفيروز الصراحه. هنا تحس ريحه الشوكولاته اعلى، هنا رجعنا لريحه القهوه تاني. دبل دير ودبل اكس شكلهم زي بعض. فيروز هي اللي غامقه شويتين ثلاثه، تحسها اسبريسو في نفسها كده. بما ان انا دقت فيروز قبل كده فهبدا بحاجه تانية. ممكن ابدا بالدبل اكس. طعم الشعير غالب على طعم القهوه ومفيش مراره، في سنه سكر، فبصراحه انا اتبسطت ما اتضايقتش. ندخل على الدبل دير وهو مشروب غازي بالقهوه. لا شوكولاته قوي، شوكولاته قوي قوي يعني. طعم الشوكولاته فيه غالب على القهوه بكتير، في لمحه قهوه بسيطه قوي. فيروز مره فيها سنه مراره عاليه قوي. طعم الشعير فيها عالي برضه، بس لما حطيتهم في مقارنه مع بعض فهمت الفروقات بينهم بقى. فيروز تحسها قهوه اللي هي الاسبريسو، دي طعم القهوه العاديه اللي هي القهوه التركي. دبل اكس ما فيهاش مراره، فيروز فيها مراره. دبل دير اظن ان هي اصلا مش المفروض تدخل المقارنه دي، لان هي بالنسبه لي شوكولاته مش قهوه. انا هخرج دبل دير بره المقارنه، والمقارنه ما بين فيروز ودبل اكس، دبل اكس بالنسبه لي هي اللي تكسب. يلا ندخل بقى على فقره الريمونتادا. مشاريب كانت موجوده في التسعينات ورجعت لنا تاني دلوقتي. هنبدا باغلب مشروب على وجه الارض. مقارنه ما بين بيست وبيست. احب اعرفه ده البركه بتاع الجيلنا. عمري ما شفت له اعلان، عمري ولا انا ولا اي واحد من جيلي عرف يحط الشفاطه في المكان المظبوط بتاعها. شكله كده من ساعه ما وعيت على الدنيا. سعره كان سكه ال 75 قرش، دلوقتي تقريبا سكه ال 2.5 3 جنيه. حد جايبه لي هديه الصراحه. بس المفاجاه بقى ان هم قرروا يعملوا ريبراندنج ونزلوا بيست في شكله الجديد. ده 190 مللي وده 200 مللي، والاثنين تقريبا سعرهم زي بعض، وانا جايب الاثنين بالكوكتيل. يلا بينا نبدا. انا هجرب معاكم التجربه اللي انا بجربها طول حياتي وما بتنفعش، ان انا ادخل الشفاطه من فوق. لا يمكن لا يمكن، بس انا يعني هنا اصلا مفيش مكان، يعني بص مفيش مكان اساسا. فاحنا بنحاول ايه، اتقل بس عليا، ده انا خبره في الموضوع ده. بتقوم تانيها نص تانيه كده من فوق. حلو. وبالسن ده كده تحاول تخرمها. يلا معايا. 5 hours later. وطبعا كالعاده عمري ما هعرف افتحها، فبتقوم نازل من تحت كده. تقل ايدك شويه. لا ده المفروض من هنا سهله بقى. الحمد لله. يا لهوي. والنبي هو المتميز بقى في بيست من زمان ان طعم الكوكتيل ده اللي بيبقى غالب فيه طعم الجوافه، وبيبقى فيه قطع جوافه صغيره قوي كده وانت بتشربه. انا كنت بعشق الكوكتيل ده عشان كده. طعمه هو من ساعه ما وعيت على الدنيا. بقى البيست الجديد هو بالظبط، بس ده تحسه مسكر سيك، لكن الطعم هو. احييكم على فكره الريبراندنج، بس احنا بنحب ده. مكملين بقى في الريمونتادا ومشروبات التسعينات. لو انت من مواليد التسعينات تعالى اهو. كان في مجموعه مشروبات زمان اسطمبه، اتفينا
بيست، وكان في اجا بس قعدت ادور عليه ما لقيتوش، وجهينه لما نزل حصل طفره في عالم العصير في مصر. المهم ان انا جايب لكم نوعين منهم عملوا ريمونتادا ورجعوا السوق المصري تاني. احب اعرفكم اها ادفينا، مش عارف اتفينا دي كده مدياني احساس مش هو. لو تيجي نشرب عصير اتفينا، الاثنين كل واحد فيهم سعره 3 جنيه 25 قرش، والاثنين نفس الالوان، لدرجه ان انا شكيت ان الاثنين نفس الشركه، بس طلعوا شركتين ودول بعض. بص اها كاتب لك ايه؟ عوده للزمن الجميل، نوستالجيا. انا جايب اها بطعم المانجا واتفينا بطعم الجوافه. وطعم المانجا مختلف، يعني مش زي مثلا عصير المانجا بتاع جهينه لامار، تحس هنا السكر اقل شويه وطعم المانجا بعيد. هي بدايه لطيفه، يعني ممكن نكون لسه بنلين بقى. ندخل على ادفينا. انتوا عارفين الحلقه دي كانت تبقى جامده قوي لو جبت معاهم مقارنه مثلا جهينه او لامار، ممكن نعملها بعد كده. زل كده يا ابني بالجوافه، ونفس الكومنت بتاع قهوه، السكر برضو قليل، الجوافه طعمها بعيد. فاظن يا قهوه يا اهلا بيكم مره تانية في السوق المصري. محتاجين بس نظبط الكواليتي شويه ونرجع ايام الزمن الجميل. نختم باخر حاجه في الريمونتادا بقى. من كتر حبنا فيه سمينا منطقه في الهرم باسمه محطه سباتس. سبيرو سباتس ده بقى الريمونتادا الحقيقيه. الازازه اللي قدامكم دي بطعم الليمونادا، ما اقدرش اقول عليها بطعم الليمون. اول ازازه سبيرو سباتس بالليمونادا اتعملت من 113 سنه تقريبا، سنه 1909 على ايد الخواجه سبيرو سباتس لما كان شغال في مصنع عمه، وبعد كده عمل المصنع الخاص بيه سنه 1920. شويه معلومات تاريخيه على الرايق. فضل شكل الدبانه اللي قدامكم دي لازق في سبيرو سباتس من ساعتها لحد دلوقتي. على فكره هي اصلا نحله مش دبان، بس الراجل الديزاينر ساعتها ما ظبطهاش. لقيتهم منزلين منها كذا طعم بالاناناس وبالتفاح وبالليمونادا، انا قلت لازم اجيب الطعم الاصلي بتاعها. سعرها 5 جنيه و330 مللي. تعالوا نقول لا زي السيفن، تحس سكرها اقل من السيفن والحموضه فيها اعلى سيكه، لما تشربها تحسها بتعطشك كده، بس طعم الليمون فيها مختلف جدا. لما تشربها هترجعك فعلا شويه لورا. فعلا 5 جنيه وهات لك النحله اللي عامله فيها دبان. بس كده، ودي كانت مجموعه من المشاريب المصريه الجديده والقديمه. لو عجبتكم فكره الريمونتادا دي اكتبوا لي في الكومنتات ايه تاني ممكن اجربه، او ايه تاني كان موجود زمان ورجع تاني دلوقتي. لو لسه ما عملتش فولو او سبسكرايب او لايك، كمان فضلك اعمل ده دلوقتي، لان ده الدعم اللي انت تقدر تقدمه لاخوك وحبيبك المانجو. سلام.